وسهلا بكم. النهارده باذن الله هيكون فيديو جديد. ان شاء الله النهارده هتكلم مع الشباب اخواتي. بصوا يا شباب، انا عايز بس النهارده اتكلم معاكم في حاجه بسيطه خالص، وهي ان ما ينفعش انك تقعد في البيت. ما ينفعش. هتقول لي ما هو ما فيش شغل يا محمد. هقول لك استنى عليا كده ونتكلم انا وانت واحده واحده. بصوا يا جماعه، انا عن نفسي كراجل ما ينفعش اقعد في البيت دقيقه. ما ينفعش. انا معود نفسي على كده من صغري، من وانا صغير معود نفسي على كده. انا ليه بقول الكلام ده؟ هقول لك ببساطه شديده، لان بيتابعني فئات عمريه مختلفه واغلبهم صغيرين، يعني من 15 سنه ل 25 سنه او 20 سنه. فانا عايز استهدف الفئه الاصغر مني، عشان هم في الاغلب معلوماتهم عن الحياه مش كبيره، او هو بس كل اللي يعرفه ان هو يلعب بابجي، يلعب كول اوف ديوتي، يلعب فري فاير، الالعاب اللي طالعه دي. لكن هو في الحياه الواقعيه ما يعرفش عنها ب2 جنيه فكه، مع ان المفروض تكون فاهم في الحياه وما تكونش فاهم في الهبل، لان الهبل مش هيفيدك بحاجه، ولكن الحياه هي اللي هتفيدك، لان انت كده انت عايش في الدنيا دي، فلازم تكون فاهم. ما ينفعش يا جماعه انت كمثلا كطالب، شوف انا بقول لك اهو، لو انت طالب ما ينفعش تقعد في البيت، ما ينفعش، لازم تنزل تشتغل، لازم. الموضوع يا جماعه مش اوبشناليتي، مش اختياري، الموضوع حرفيا ثانيه بس قهوه، بقى اجباري انك لازم تنزل تشتغل. طب يا محمد الفلوس قليله، مرتبات قليله، انا مش بقول لك انزل خد فلوس، انا بقول لك انزل اتعلم. سيبك من تعليم المدارس ده، تعليم المدارس ده خلاص راحت عليه، انا بالنسبه لي ولا يفيد ب2 جنيه فكه. تعليم الدنيا احلى بكتير، والله العظيم بحلف لك بالله لتتهزله 7 سماوات. تعليم الدنيا احلى بكتير واقوى واوسخ. اشتري بقى من اخوك بقى، انت عايز تشتري، اشتري مني. انا عايزك تنزل تشتغل. طبعا انت لازم تنزل تشتغل بمقابل مادي، ما انت مش هتشتغل ببلاش، ما ينفعش. مش معنى ان انا قلت لك ما تنزلش تشتغل عشان الفلوس ان انت ما تاخدش فلوس، لا. هي الفكره وما فيها اني انا عايزك تاخد فلوس، ما تعتمدش على اهلك في انك تجيب فلوس، لان انت لما هتكبر يفضل ما تعتمدش على اهلك. ما ينفعش يبقى انت راجل بقيت متزوج وعندك اطفال وتروح تقول لي لابوك هات المصروف. فهمت الفكره؟ ما ينفعش راجل يقعد في البيت، ما ينفعش. ما فيش شغل، دور. انا عن نفسي لما باجي اشوف شغلانه بخلي كده اسبوع او 7 ايام مخصصين ان اشوف شغل، اقدم في 100,000 حاجه، محل جزم بقى، محل برفانات، محل ما اسيبش محل في حاله. انا بعمل كده كمحمد علاء، بخصص كده لنفسي 4-5 ايام ما بنامش فيهم، بشوف شغلانه لحد ما بلاقي، الحمد لله. وربنا برضه يا جماعه لما بيلاقيك فعلا عايز شغل بيوفر لك الشغل، فاهم؟ لكن انا مش هبقى نايم على السرير والناس يقولوا كده، يخبطوا لنا على الباب، محمد كان عايز شغل. كان زمان على فكره، خد بالك، هقول لك والله هضحكك. عارف جدي، ومش هقول يمكن مثلا جدي هبيد مثلا، لا، كذا حد بيحكي لي زمان كنت مثلا انت لما تيجي تتخرج بالشهاده كانت الحكومه تبعت لك واحد من البوسطه يخبط عليك كده اهو، الوظيفه مستنياك يا باشا، تعالى هات ورقك، انت خرجت خلاص، تعالى خد وظيفتك. الكلام ده مفيش منه النهارده. الكلام ده مفيش منه النهارده نهائي. لو هتنام في البيت هتموت في البيت، انت حر. محدش هيخبط عليك ويقول لك ايه، انت جعان يا عيني، لا 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 حرام لازم ناكلك، لا لا لا، مفيش الكلام ده النهارده. لو انت معكش فلوس مش هتسوى. انا عارف، بصوا، ما هي دي الدنيا. انا كنت زمان يعني الكلام ده كنت نفسي اسمعه انا من صغري، وصلت بحالات اكتئاب كتير وكنت بنام في البيت كتير، واهلي كانوا عارفين بالكلام ده، حتى اهلي قعدوا معايا كذا مره قالوا لي يا ابني انت مالك، انت ليه كده؟ انا كنت مزات نفسي، مستحقر نفسي، ايه اللي انا بعمله في حياتي ده؟ انا بعمل ايه في حياتي؟ انا بنام بصحى عامل زي الراجل العجوز، وانا كان عندي كام 16 سنه. بس ما كنتش فاهم ان الدنيا من غير ما يكون في شغل ومن غير ما يكون في تعب وقرف ما تسواش، والله. لان وانا نايم وزعلان محدش جاي يخبط عليا وقال لي يا محمد انت زعلان، لا انت جعان يا محمد، انا حاسس انك جعان، خد اكل. نيفر. فلازم يا شباب تكونوا فاهمين البوينت دي لازم تكونوا فاهمينها. والله يا جماعه ما حد هيخبط عليك ولا يقول لك انت جعان خد كل، ولا حد هيقول لك انت مكتئب يا عيني، او ولا حد يقول لك كده انت مش شغال يا حبيبي يا بابا، طب خد لك شغل. الدنيا دي مش مامتك، هي مش الدنيا. انت عارف الدنيا مثلا، تعرف مامتك مثلا لو زعلت منك في نص اليوم ممكن اخر اليوم تهزروا مع بعض عادي، لكن الدنيا مش كده.
الدنيا مش كده. ما كانش ربنا قال في القرآن، انا معلوماتي الدينية مش قد كده، ولكن ما كانش ربنا قال في القرآن ايه؟ ان خلقنا الانسان في كبد. كبد يعني تعب. فلازم تكون حاطط البوينت دي في الاعتبار. انا عارف ان انا رغيت كتير في الفيديو ده، ولكن انا برغي لمصلحتكم. انا برغي لمصلحتكم. الرسالة دي يا جماعة موجهة لأي حد سنه صغير أو حتى كبير، برضو اعقل الكلام ده، اعقل الكلام ده، وحط في بالك إن والله العظيم والله ما حد هيخبط عليك ويدي لك أكل، ولا حد هيخبط عليك ويقول لك أنت مكتئب ومش عارف إيه. لا 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 خالص. لو أنت راجل كبير أو أكبر مني فأنت فاهم أنا بتكلم في إيه، لكن لو أنت أصغر مني فبنسبة 90% أنت مش فاهم أنا بتكلم في إيه. بس يا رب تكون فهمت بعد الكلمتين اللي أنا قلتهم. أنا بستهدف الناس اللي هي مفكرة إن الدنيا دي جنة. انا كنت زيك، انا مش بقول لك مثلا ان اتولدت، لا انا كنت زيك بالظبط والله. كنت اصحى من النوم الاقي فطار جاهز لي، غداء جاهز لي، عشاء جاهز لي، العب جيمز مش عارف ايه، الدنيا لعب في لعب. ما كنتش اعرف بقى الا لما نزلت. دلوقتي انا ما جيمز دي ما بقى خلاص، ما فيش جيمز دي، شكر الله سعيكم، ربنا يعوض يعني، فاهم. ولكن اللي انا فهمته لا، ان الدنيا عايزه واحد تنين، لازم تبقى تنين. يا رب ما كنتش طولت عليكم في الفيديو ده، وانا اسف لو رغيت، بس والله العظيم ده لمصلحتكم. وبس يا شباب، دي كانت حلقه النهارده. يا ريت بقى لو الحلقه عجبتك بقى يا عم بقى تنزل تشترك وتحط لايك. السلام عليكم، باي باي يا شباب.